صحيت في كوخ معفن كده ولقيت نفسي لسه عايش ممتش. في حياتي القديمة كنت الابن المنبوذ لعيلة غنية في كوكب اسمه الكوكب الأزرق. كنت مقضيها طول الوقت بلعب جيم واقع افتراضي رايق فشخ. اسمه النعمة الإلهية. وفي ليلة كبسولتي فرقعت بيا، في حد حاول يخلص عليا. بس نجوت وسافرت العالم تاني خالص يا اسطى. لما جيت أبص على شكلي في الجرة، المياه اتصدمت بجد. عرفت الوش ده. على طول مش طبيعي، ده كان وش سامباخ البوس الخفيف في نهاية الموقع. النسخة 3 لما كان لسه عيل صغير. بشري، أنا بقيت الشرير الأقوى يسطا، اللي هيدمر العالم ده كله بعدين بجد. فتحت شاشة النظام ولقيتها شغالة عادي جدا. قوتي كانت ضايعة خالص يا اسطى، بس الكاريزما ماكس وشفرة الصيد شقط أرامل. مفيش زرار خروج ولا رجوع تاني خالص. أنا بقيت مجرد شخصية تانية في اللعبة. فرصة واحدة ومفيش إعادة من ذكريات. سيمباخ القديمة عرفت إننا هسقة في سنة 233 بجد، من العصر الذهبي، يعني قدامي 5 سنين. بس قبل ما الكارثة الكبيرة تبدأ. هجوم الوحوش المدمر، وبعدها الأمور حتسوء أكتر بكتير، والمصيبة الكبيرة بقى يا اسطى إن سيمباح هيبهدل الدنيا بجد بمرض الموتى الأحياء ويدمر الكل يا اسطى. أنا عارف قصته الحزينة من اللعبة. كان يتيم غلبان واتسحل في خناه. عيلة غنية على الورث والمناصب يا اسطى، هان قدام الكل بجد يا اسطى. ويأسه خلاه يروح للسحر الأسود الظلمي، وبقى كائن مرعب ودمر كل حاجة قدامه. مستحيل أسيب السيناريو ده يتكرر معايا أبدا. لازم أغير طريقي ده. وعرفت يا اسطى إن سيمباخ ده ابن غير شرعي لهيلة. كوسوفو النبلاء الأقوياء في المنطقة دي. عندهم جوه الدم التماسيح المرعبة. والملك لسه مطلع قانون جديد يا اسطى بيخلي العيال دي تورث عادي يا اسطى. وطبعا عيلة كوسوفو الموالية للتاج بيبقوا عايزين يستغلوا سيمباخ كأداة سياسية يا اسطى، ويلعبوا بيه لعبة قذرة في الحرب. وبعدين يرموه كده. بجد دمي فار. حتى في حياتي الجديدة دي طلعت برضو منبوذ. طفل منبوذ في حوارات ناس تانية. محتاج قوة وبسرعة فشخ، مفيش وقت. عايز غش صيد محترم وشقط أرامل. افتكرت تابع الليتش الأقوى، جاب قوته المرعبة بكرت معجزة خلاه حريقة خالص. والبطل ده طلع أصلا من بلدنا هنا. لميت كل حاجة تسوى في البيت وجهيك عشان أدور على الكروت دي بأي طريقة. بس أول ما خرجت اتفاجأت بجب. الجنود محاصرين عيل والواد ده شاور علي أصرخ باسمي قدام الكل يا اسطى. لابسين رداء بنفسجي مرسوم عليه تمساح. من عيلة كوسوفو بجد، كابوس مرعب. حاولت أهرب بسرعة بس جسمي ضعيف فشخ. جسمي جاب آخره تلقائيا وما قدرتش أجري خالص يا اسطى. قفشوني هو وصاحبي توم طلع هو اللي بعني ليهم. بلوت تويست غريب بجد. أتاري في حد سدد ديونه مكانه خلاص، وأخد عملة دهب تمن تسليمي ليهم يا اسطى. بصلي بابتسامة صفرة ومشي. واد واطي بجد. أخذوني بعدها عند واحدة اسمها ليليث بالبار. كانت شياكة كده، شعرها ذهبي وفستانها أصفر، بس العصاية السحرية جنبها قلقتني. واضح إنها ساحرة وبتلعب بالسحر والتعاويذ. جرحت كفي ونزلت دمي على بلورة سحرية نورت بنفسجي فظيع مش طبيعي يا اسطى. وظهر تمساح صحير جواها. كده خلاص بجد اتأكدت إني شايل دم كوسوفو لسوم. ليليث حكيت لي قصتي بقوة. اسمع الحوار. أبويا النبيل حمل خادمتهم سكة كلا عشان كان خاطب بنت تانية غنية يا اسطى بجد. وأمي تنفت وماتت وهي بتولدني هناك. ورموني على باب ناس غريبة بجد. عيلة غنية تانية وأمي المسكينة طردوها وماتت وهي بتولدني، وبعدها ترعيت عند باب ناس غريبة بجد. يا إلهي، كنت مولع غضب من جوايا فشخ. مخليني عايش بس عشان دمي يا اسطى.
بس من برا عملت نفسي فرحان كده، ومثلت دور العيل الأهبل اللي لقى ورثه. وفجأة ليليث جابت سرنجة مرعبة جدا بجد. وسحبت دمي عشان الأبحاث المقرفة دي يا اسطى. كنت كاره الحوار ده فشخ، بس خلاص ما كانش قدامي حل تاني. بعدها نزلت قعدت مع العساكر تحت عشان ناكل ونشرب سوا يا عم. استخدمت سكريبت تثبيت الأرامل بتاعي عشان أكل عقلهم. أول ما طاساتهم سقفت وخربوها شرب قومت. مقترح عليهم نخرج نتمشى شوية في الهوا سوا، وبالذات لشارع الحظ والروقان يا اسطى. الفكرة عجبتهم فشخ الصراحة، وأنا بفسحهم في البلد عملت غرزة ودخلته. على دكان صغير ومطرب كده ليه؟ وجوه لقيت على الرفوف كام كارت جت كف الإيد. كروت المعجزات بجد. كنت عارف قيمتهم كويس قوي. من اللعبة زمان الآلهة والسحرة الكبار عملوا الكروت دي مخصوص يا اسطى عشان يحفظوه فيها حتت من حضارتهم القديمة قبل الكارثة. كل كارت بيبقى جواه مساحة متكجدة، فيها حاجات عشوائية بتطلع بالحظ، مستوى تاني خالص. ساعات تطلع زبالة زي فرشة سيمان. وساعات حاجة قوية مش طبيعية بجد. في حياتي السابقة كلاعب خسرت شق عمري على الكروت دي، بس المرة دي الوضع مختلف. مش حقامر عمياني، أنا فاكر تفصيلة صايعة من قصة اللعبة مستحيل أنساها يا اسطى. بالراحة. واحد من أقوى 4 تبع ليتش سيمباكا. فارس موت سيجما اسمه سبيتوس جاب. جسمه الفولاذي اللي ما بيتكسرش ده من قطعة أثرية سحبها من الدكان ده بالظبط وفي نفس السنة دي. دفاعه كان جبار ومفيش حاجة توقفه أبدا. حتى أجدعها سلاح ما كانش بيعلم فيه يا اسطى. كان لازم نكتشف إنه جسمه شغال بطريقة مرنة، زي السائل العجيب، ينشف لو اتضرب بقوة ويبقى طري لو لمسته براحة يا حبيبي، وتفضل تهرش فيه لحد ما يموت تلقائيا. القطعة الأثرية دي موجودة هنا دلوقتي يا اسطى، ومستنية اللي يسحبها. لازم ألطش سكريبت الصيد الأسطوري ده قبل ما أي حد تاني يلمخه. البياع كان راجل بكرش كبير وهو البوس الخفي لآخر محل كروت معجزات في البلد، وقال لي إن الكروت دي جاية من آثار جبال الضباب، بس الآثار دي اتنهبت من زمان خاص. ومحدش بقى يشتري الكروت دي واصل بجد. على طول بيطلع منها كراكيب وحاجات معفلة، زي الحلل المصدية والجزم القديمة والشرابات المقطعة. كان فاضل معاه 20 كارت، الواحد ب10 دنانير. دهب. السعر حريقة الصراحة، بس أول ما سمعت جبال الضباب والآثار القديمة عرفت هو ده المكان الصح. الأثر اللي أنا بدور عليه لازم يكون بين الكروت دي. قلت له أنا حشتري 20 كارت كلهم، والمشكلة كانت إني ما فيش معايا أي فلوس كاش خالص يا اسطى. وقبل ما صاحب الدكان يشتكي، سينا العسكري أبو دقن مسكه من رقبته على طول يا اسطى، وهددته، بس أنا هديت سين بسرعة الصراحة. وعرضت على صاحب المحل صفقة تانية حريقة. هكتب له وصل أمانة ب500 عملة ذهبية باسمه البارون كوسوفو، 300 منها هتروح لصاحب الدكان كمكسب إضافي حريقة، والباقي 200 عملة. هقسمهم على العساكر بتوعنا طبعا. العرض ده شد انتباه الكل بسرعة رهيبة يا اسطى. 200 عملة ذهب تتقسم على العساكر، ده مرتب سنين ليهم ومفيش هزار بجد. سن حط إيده على سيفه على طول يا اسطى، وبيتحداه يرفض العرض. الراجل كان عرقان خالص وميت رعب، بس الصفقة كانت مغرية فشخ بجد. وصعب يرفضها. سلمني 20 كارت في إيدي، وفجأة ظهر شاب على الباب ومعاه حارسين شداد لابسين دروع عليها شعار الآية الشهير. بجد يا اسطى. سين قال لي بسرعة إنهم تبع عائلة فرسان صغيرة اسمها عائلة سنو، شغالين في القوافل التجارية دي. بس أنا عرفت الشاب ده على طول يا اسطى. ده ساباتا سنو يا اسطى، البوس الخفي بلاد، ووحش فارس الموت المرعب من اللعبة نفسها يا اسطى. هو ده الشخص اللي كان مفروض ليدي ويسحب الأثر الأقوى ده من المحلنا. عرض على صاحب الدكان 100 عملة كاش و100 تانية بعدين عشان ياخد الكروت دي. بس صاحب المحل كان خلاص أخد قراره.
وحط 20 كارت في إيدي بثقة تامة. سباتا اتعصب فش وكنني، بس لما سين سحب سيفه و9 عساكر شداد. عملوا زيه، سباتا خاف على طول ورجع لورا كده، وانسحب من المكان، وهو خارج كان باين عليه القلق والتوتر، كأنه حس أنه خسير. حاجة غالية ومفيش تعويض ليها بجد يا اسطى. كده الكروت دي بقت بتاعتي ومية مية خلاص. بغش الصيد بتاعي وتظبيط الأرامل، وعدت العساكر بليلة حريقة، وأخدتهم على شارع المتعة والدلع على طول. أول ما البنات بفساتينهم الملونة جريوا علينا يرحبوا بينا ويضحكوا بمياعة كده يا اسطى. قلت للرجالة عيشوا اللحظة ودلعوا نفسكم خالص يا اسطى، ويهمكوش أي حاجة، الحساب كله عليا يا اسطى. وقلت لهم يحسبوا كل الحساب ده على ليليث. لورنس تلميذ السحر المقيم هناك في فندق هيرثستون أو 404. هي شغالة عند عيلة كوسوفو، يعني تقدر تدفع عادي. أخدت أوضة لوحدي وقفلت الباب ورصيت 20 كارت المعجزة كلهم على الترابيزة قدامي، وعشان أفتحهم كنت محتاج بس نقطة دم واحدة بس، جرحت كف إيدي على طول، وخليت الدم ينزل على الكروتي، وقعدت أدعي لكل القوى اللي في الكون. وفجأة 20 كارت نوروا مع بعض بجد، والترابيزة اتملت حاجات في ثانية واحدة. بس الصدمة معظمها كان زبالة فشر. شرابات، فناجين، معالق، وحاجة كنت فاكرها براد شاي فخم بس طلعت بآخر مبولة قديمة يا اسطى، كنت هطأ من الغضب رميت كل الزبالة دي برا الترابيزة بعصبية، وفجأة سمعت صوت خبطة تقيلة جنب رجليها، إزازة فضية صغيرة على السجادة وبتنور بهدوء تحت الضوء. الشمعة حجمها كان قد كف الإيد تقريبا. بالظبط، بس أتقل من الذهب بكتير. دي كانت القطعة الأثرية الأسطورية اللي بدور عليها. فتحت الغطا وشربتها كلها دفعة واحدة من غير ما أفكر خالص. في الأول حسيت كأني ببلع هوا، بس فجأة جسمي كله ولع نار من بوه، والدمامل ظهرت في كل حتة بجلي، وعضيت على كورة خشب عشان ما أصرخ من الوجع. كل خلية جسمي كانت بتتقطع وبتتبني من أول وجديد. ولما الوجع وقف في الآخر خالص كنت غرقان في عرقي بجد. فتحت قائمة الحالة بتاعتي ولقيت خانة جديدة ظهرت. مهارة الجسد الحديدي أقوى من غش الصيد. دي بتخليني محصن تماما ضد الضربات. الجسدية القوية، قمت ماسك خنجر على طول وغزيته في فخذي بكل قوتي عشان أجرب، بس الخنجر اتكسر ورجلي ما اتخربشتش حتى، جلدي ناعم زي الفل وجاهز لشقط الأرامل يا اسطى. بس لما بتخبط بقوة الخلايا بتنشف في ثانية، وبتبقي أقوى من أي معدن بالقارة دي كلها. الإكسير ده غير لي جسمي، وبقيت زي السوائل غير النيوتونية بالظبط، نفس الحركة الصايعة اللي فادتني في غش الصيد. قشطة. بس الضربات السحرية والأسد لسه ممكن تأثر. تعورني، بس الصراحة عندي مصيبة أكبر دلوقتي. ليليث لورنس دي تلميذة ساحرة مجنونة، بس دارسة تعاويذ قتالية وسحرها حريقة بجد. بيخترق دفاعي الجسدي عادي، والأسوأ من كده إنها سحبت من دمي وقربت قوي من رين كوسوفو، الوريث اللي في الرواية الأصلية. هيمسح بكرامتي الأرض قدام الكل. البت دي خطر مش طبيعي، لازم أتصرف، لازم أخلص الحوار ده قبل ما يوسع. رسمت على وشي الضحكة الهبلة المعتادة كده. فتحت الباب وبقيت أنده بصوت عالي عشان صاحبة المكان تدخل الضيفة. بس يا اسطى، الست كانت مبرقة ومش عارفة تنطق. وراها بالظبط كانت واقفة ليليث نفسها، واقفة وماسكة العصاية السحرية بإيدها وجامدة، وبتبصلي ببرود وعيون تودي القبر بجد. بتقولي بتعمل إيه هنا يا سمبخ؟ وأنا قمت عامل نفسي مش فاهم أي حاجة، وسألتها ببرود هو في إيه بد؟ عيلة كوسوفو باعتين معاها قرشين سفقة. فإيه يعني لما نفرفش نفسنا بيهم شوية؟ ده عصبها أكتر. الصراحة بقى والسر
إنها كانت ناوية تلهف الذهب ده لنفسها، وتصرف منه على حواراتها السحرية. كانت هتموت، قمت ملبس الليلة كلها فيه. خروج العساكر، وسجلت الحساب كله باسمها. وقبل ما الدنيا تولع بينا على الآخر، دخلوا حراس المدينة فجأة ومعاهم رسالة. مستعجلة بالغراب من قلعة فور. البارون بعت أمر صريح يرجعني القلعة فوراً من غير تأخير، بس الموضوع مش مريح. الغربان ما بتطيرش إلا في كوارث وحروب. ليليث كمان كانت متضايقة وعايزة تولى، لأنها كانت لسه ناوية تقعد حبتين كمان وتدرس سلالة دم المميزة، بس ما فيش مفر. ما قدرتش ترفض الأمر، دفعت الحساب غصب. وجرجرت العساكر من جفاهم من الأواب، وركبنا خيلنا وطيرنا في نص الليل شمال. طريقتي في الركوب كانت جامدة فشخ. في حياتي اللي فاتت كبرت وسط الخيل، بجانب غش الصيد وتظبيط الأرامل، دي لعبتي. فالمهارات دي كملت معايا هنا وبسهولة، بس ما كانش في دماغي أتمنظر خالص وسطه. كل تركيزي كان مع الضلمة اللي حوالينا. قلبي ما كنش مطمن، البارون مستحيل بجد يبعت أمر غريب ومستعجل بالشكل ده. في حد خبيث سرق الغراب بتاعه من وراه عشان يسحبنا للمصيدة فيليه. طريق السفر بالليل في قمة الخطر. وطلع صح، السهام بدأت تمطر علينا من وسط الضلمة بغباء. أعداء كانوا بيصوبوا على الخيل، ومعظم الخيل وقعت ودغدغت رجالتنا وهم بيقعوا على الأرض. فجأة 5 سهام لبسوا في جسمي على طول، بس بفضل ميزة الجسد الحديدي ارتدوا من غيري. أي خدش لولا غش الصيد ده كنت موت، بس ليليث كمان نجت بمساعدة. خاتم الدفاع السحري بتاعها اللي اشتغل صاد كل الضربات، بس كانت متغاظة فشث عشان شحنته ضاعت. 2 من رجالتنا ماتوا فوراً، السهام دخلت في عينيهم وزورهم، وما بقاش فاضل غير 8 بس. صحيين، فقلت لليليث أني لوحت رجلي. كذب طبعاً، أنا سليم 100%. بس ما كانش ينفع أشرح لها إزاي عديت من وقعة حصان بيجري بسرعة، ومن غير خدش التظاهر بالضعف بيشقط الأرامل. دلوقتي وفجأة الشعلات نورت على ناحيتين الطريق، وأصوات صريخ ملت المكان بالليل. كانوا جايين يخلصوا علينا كلنا خلاص. المعركة بدأت بداية زي الزفت بجد. 20 مقاتل على الأقل هجموا بسيوف قصيرة. فرادي ما كانوش جامدي همي، بس يسطا لعبوا مليماعي. كان حريقة، عارفين إنه رجالتنا لابسين دروع حديد، فاستخدموا سيوف خارقة للدروع، وكانوا بيستهدفوا الفتحات. رجالتنا كانوا بيتبهدلوا تحت الضغط. لا لمحت حصان ليليث لسه صاحي ونايم وسط الجثث بيمثل الموت. حركته ذكية فشخ، فجت لي فكرة خبيثة. نخلي سين يركبوا ويخترق صفوفهم ويشتتهم، بس الهجوم بدرع حديدي وسط زحمة كده، انتحار رسمي. عشان كده طلبت من ليليث تديه خاتم الدفاع بتاعها، وطبعا رفضت بغتاتها. الخاتم ده يا اسطى كان هدية من رين كوسوفو، بس قنعتها بجد. لو كلنا متنا هنا يا اسطى الخاتم مش هيفيد بحاجة كده. سين لبس الخاتم السحري، ركب الحصان وبدأ يهجم. اشتغلت يا اسطى، دمر الكل تلقائيا. فرتك صفوفهم مرتين واحنا وراه بندبح في الأعداء المشتتين دور. نصهم تقريبا ماتوا في ثانية واحدة، بس الغريب إنهم ما هربوش خاص. دي كانت الإشارة المفروض أركز فيها. في الهجمة الثالثة واحد من الجثث نط من الأرض بسرعة مش طبيعية بجد، عدى من ورا الدرع وبلمها المفر. مسك سين وسرق الخاتم من صباعه ودب السكينة في رقبته على طول. خدر وسين وقع من غير ولا نفس. ليليث صرخت وقالت إن اللي هجم ده محتلف، يعني سفاح حقيقي، ودي كانت أصعب كلمة ممكن تتقال قدام الجندي الأخير اللي عايش معانا يا اسطى، الكل في القارة عارف كويس قوي إن المحترفين دول في حتة تانية خالص ومستوى تاني، مقارنة بأي شخص عادي مش طبيعيين.
ما بقاش غير 3 يا اسطى. أنا مظبط الأرامل وليلث. وجندي بيتراعش من الخوف. السفاح قعد على الحصان المسروق ولابس الخاتم السحري، وبيقرب مننا ببرود ولا كأنه كسب خلاص. وشوشت ليليث تستخدم لفافة كرة النار. قالت لي إنه سريع وممكن يتفاداها بسهولة. بس بغش الصيد بتاعي. قلت لي هالبديهيات. الواد راكب على حصان ورجليه متكلبشة هي. الركاب يعني ملوش أي مهرب خالص يا اسطى. مش هيتحرك خطوة. فتحت اللفافة بسرعة ورمت عليه كرة نار حريقة فشخ. الانفجار نور الضلمة كلها في ثانية. السفاح بالحصان بتاعه بقوا رماد خلاص كده. ليليث بدأت تاخد نفسها وترتاح أخيرا يا اسطى. بس فجأة سمعنا صوت حوافر تانية. مدد من جيش البارون ذو الرداء. البنفسجي جايين ينقذونا خلاص. ليليث بكت وبصت لي وهي بتضحك كده، وفجأة سهم غدار طار من الضلمة ودخل في بوقي وطلع من رقبتي الناحية التانية. بجد هي افتكرتني وادعت خلاص ومتت. بس معلش، مهارة الجسد الحديدي بتاعتي غطت عليا يا اسطى. السهم ده بجد ما كانش هيقدر يأذيني أصلا. أنا شديت السهم وخرجت من زوري على طول يا اسطى. وقبل ما ليليث تفهم إيه اللي بيحصل، غرست في رقبتها بقوة، وفي نفس الوقت لفيت سيفي وقطعت رقبة آخر عسكري واقف. هما الاتنين وقعوا على الأرض جثث هامدة. لحقت ليليث ومسكتها وهي بتوقع من طولها. كانت بتبصلي وهي بتطلع في الروح خلاص. وسبتها تقرأ شفايفي وبكل برود قلت لها يا غبية، بكرة حد يقول عليا صايع بجد والله. بس اللي ما كنتش أعرفه وقتها إن ساتا سنو كان مراقبنا وماشي ورانا طول الوقت ده. سلالة الموظف بتاعته مخلية قلبه اسود وحقودي بعد ما خسر كروته قدام شائط الأرامل ده. فاكرني صياد عادي؟ أنا عندي هاك سيد يا اسطى. وعرف إني ابن غير شرعي وبمثل خطأ. سياسي كبير ولازم يخلص مني بأي طريقة. وكان عنده ميزة الرؤية الليلية من سلالته، ده غير إنه قناص سهام مرعب وفشخ. السهم اللي لبس في بقي ده كان بتاعه. افتكرني مت خلاص وخلع وجري بسرعة البرق من غير ما يستنى يشوف الكالفمي. وطبعا عشت الدور وعملت نمرة سينما خرافية. أول ما فرسان البارون وصلوا كنت ماسك جثة ليليث ودموعي نازلة، مش طبيعي بجد. وبنادي بأسامي كل عسكري مات من الرجالة. وقلت للقائد وقتها إن ليليث ممتتج على ايد قطاع الطرق الأغبياء دول خالص. بل كان في عصابة تانية هجمت عليلة. وكلامي كان صح فعلا، ساتا كان هناك. الكشافين بتوعهم لقوا أثر حوافر خيل هناك ل5 أحصنة حربية على بعد 100 متر، وافتكروا إن السهم كان مقصود بي أنا. بس الرياح غيرت اتجاه ولبس في ليليث. حجة جندة موت وطلعتني منها سليم تماما. وفضلنا راكبين الخيل طول الليل ده كله. ومع الفجر بانت قدامي قلعة فور الأسطورية، حصن مرعب مبني في قلب الجبل استا، وحوالي خندق مائي وأسوار حجرية ضخمة، وفيه برج عملاق كأنه بيخترق ضباب الصبح. والقلعة دي مصممة تستحمل حصار لسنين طويلة. وعند البوابة المتحركة كان في خادم واقف اسمه ثيم، كان واقف ومستنينا هناك. بص على هدومي المتقطعة المليانة دم بابتسامة صفرة وباردة كلها خبث مش طبيعي. وجاي بيقول لي لبسي مش تمام ومش هينفع. أدخل وقال لي خليك برا مستني يا اسطى، لحد ما يجيب هدوم على مزاجه وبراحته على الآخر، والكل واقف بيتفرج عليا. السياس والفرسان المتدربين اللي حواليا دول عمالين يهمسوا ويضحكوا عليا كده ليه بيت؟ ابن الفلاح والولد غير الشرعي اللي قد مقام عائلة كوسوفو كذا الثاية. بس ما نزلتش من حصاني وما طقتش بكلمة خالص. زقيت حصاني لقدام والحوافر نزلت بقوة فمت دمرته تلقائيا وقع أرضا أسطح. سحبت سيفي وخلصت عليه والكل اتصدم بجد. هدوء تام والهمس وقف في ثانية. خلاص
حارس صغير حاول يوقف طريقي بالرمح بتاعه. طيرت رقبته في ثانية والغيمة. عديت طيران بالحصان على طول يا اسطى. جوا القلعة والساحة وممرات القصر كلها. وشملت بوابات قاعة الفطار الخشبية التقيلة. دخلت عليهم فجأة والكل اتخض بجد خلاص. عيلة كوسوفو كلها كانت بتاكل ومروقة بجد على ترابيزة طويلة، والبارون أمبروز قاعد يشتغل على راسها راجل خمسيني بنظرات حادة مش طبيعية، ومراته الحرباية هيلينا قاعدة جنبه كمان بجد. وعيالهم التلاتة ملمومين حواليهم في هدوء. راين الكبير عنده 15 سنة وشايف نفسه، وجوشوا كسلان ومقضيها نوم وبياخة على طول يسطا. وأوليفيا البنت الدلوعة السخيفة، وهيلينا كانت لسه مخلصة حكاية تافهة عن النبلاء الكبار، وإزاي بيوسخوا نسلهم العالي لما يناسبوا العامة. وطبعا ده تلقيح كلام عليها واضح فشخ. وراين قاعد يضحك ويقول الظريف لازم يداس. وأوليفيا البنت الصفرة دي عمالة تقول عليا أني مجرد فاشل بتاع شقط أرامل وهكر صيد، ومش هسلم عليا. وفجأة دخلت عليهم بحصاني، ودم مغرقني وسيفي بينقط دم. حريقة يا اسطى. هيلينا صرخت من الخضة. دي إيه بجد؟ والعيال خافوا واتلموا على بعض، وراين وقف ضرب الترابيزة وبيقول لي هقتلك يا اسطى، مفيش كلام. والفرسان بيجروا يدوروا على سلاح بسرعة، بس مفيش حد بيجيب سيف مع الفطار. والبارون بارد كأنه البوص الخفي وقاعد يسأل بكل برود وبجاحة: انت مين؟ ضحكت بثقة: صباح الخير يا اسطى، أنا سيمبخ شخصيا. خلاص. لما راين قال لي محدش دخل هنا بحصان أبدا. من 300 سنة هزيت كتفي وببلود. وقلب برود: كل واحد وليه أول مرة يا اسطى. البارون وقف ودمر الترابيزة الخشب بضربة واحدة، نصين بإيد واحدة بس ومن غير سلاح بجد. الأوضة بقت هسس وهو باصص لي بنظرة مرعبة. عينيه كانت باردة ومش متعصب خالص، كأنه بيقيم أداء مش شغالة صح. ومفكرني ضعيف، بس هو مش فاهم حاجة. أنا بقى كنت كاشف كل خططه يا اسطى. قائد الفرسان قال على السر الخفي بجد. البارون عزم كل العائلات النبيلة خلاص على حفلة كبيرة هتحصل كمان 7 أيام بالظبط، وهناك هيعلن هويتي قدام الكل. الخطة جاهزة وما يقدر يلمسني قبل العرض. مش هيدمر بطل عرضه قبل البداية. فقعدت بكل برود على الترابيزة المكسرة دي، وأخدت وزة مشوية وفضلت أكل فيها بشراسة بإيديا من غير شوكة ولا سكينة يا عم. وبلعت بنص إزازة نبيد أحمر على طول من بوق الإزازة، والبارون بيبص لي ومذهول بجد. وفضلت باصص لي كتير، وفجأة الجو هدي خالص. وقال بهدوء: نظفوا المخروبة دي بسرعة ياو. خلوه ينزل تحت واغسلوه كويس وننظوه. وغيروا لبسه وعلموه الأدب والإتيكيت يا اسطى. الليل جه، بس أنا ما فرقتش معايا خالص. ما كنتش خايف، وأخدت فخدة خروف معايا كده، وجزازتين نبيس كمان، وأنا خارج بمزاج رايق خالص. كأني رايح فسحة. مش طبيعي الهدوء اللي أنا فيه. وأنا ماشي حسيت بنظرات البارون في ظهري. وعارف يا اسطى هو بيفكر في إيه دلوقتي بالظبط؟ معقولة المغفل ده يبقى ابني بجد كده؟ ابني؟ خليه محتار كده ومقضيها تظبيط أرامل وغش صيد. البارون في مكتبه بيجمع تفاصيل الموضوع اللي حصل امبارح. وقائد الفرسان قاله بوك قال له في مجموعتين هجموا علينا. الأولى كانت مرتزقة اسمها اليد الحمراء، معاهم سيوف خارقة للدروع وحاجة كده مرعبة. الأسلحة دي بتتصنع في أرض البارون، وممنوع تتباع برا أراضينا خالص يا عم. وده معناه في خاين وسط العيلة. خاين من عيلة كوسوفو نفسها، مش طبيعي. والمجموعة التانية ضربت نار من بعيد قوي، على بعد 100 متر في الضلمة الكحل. بجد ضربة مستحيلة. والبارون شك في قناص. ساتا سنو من عيلة سلالة الإيل النادرة يسطا، اللي بتخليهم يشوفوا بالليل زي القطط يا اسطى. وبمهارات السهم والنيشان المميتة دي عمر يعزم عيلة سنو والراجل بتاعهم الفايكاونت.
حسين عشان يحضروا الحفلة كمان 7 أيام. ولما باك جاب سيرة إن قتلق حد في المعركة بدأ يتلجلج في الكلام. أصل الواد لقط لقطة غريبة فشخ. واحد من جنود كوسوفو الميتين كان زوره مشهوق من قدام، بس الضربة من ورايا. مش من قدام خالص زي ما الحارس المفروض يكون واقف، بس باك ما كبرش الحوار خالص. البارون كبر دماغه وشايفني ودا دايف. تلاقيني بس فنشت على جثة واحدة، وأفتكر حركتي الصايعة على الفطار مجرد شو ومنظر على الفاضي واشتغالي. قشطة، خليهم مستهونين بيا. قاموا حبسوني في أوضة ظلمة، وأنا على طول بدأت أدرب جسمي الحديدي الغشيم. بهبة كتافي وظهري وكمان جبهتي في الحيطة الحجر، كل خبطر بتديني 0.01 خبرة. محتاج 1,000,000 نقطة عشان أوصل ليفل 2، يعني 100 مليون هبدة. الوجع كان جحيم. الجسم الحديدي بيمنع الضرب، بس مش الوجع بس، كملت هبد. الحراس برا سمعوا الرزع ده كله وتسزع، افتكروني اتجننت خلاص. كبير الخدم جري ومعاه الحكيم بسرعة. الحكيم كشف وقال: جسمي سليم وزي الفل وما فيهوش خدش، بس دماغي ملسوعة شوية من ضغط الغربة والحوارات الجديدة لي. الحتة دي جت مصلحة ليا كبير. الختم قرر ينقلني لأوضة ملوكي تانية أحسن. معاملة 5 نجوم على الآخر، نفس ليفل عيال البارون الحقيقيين بالظبط. خدت سرير طري وفيو جبل وحمام دافي وشغالات. هاك الصيد بتاعي حيوقع أرامل القلعة. وسابوني كمان ألف في القلعة براحتي، ومعايا 3 حراس أساساً عشان يحموني، بس في الأصل شغالين مراقبة عليا. وعارف إنه الحركة دي مش لله. البارون بيستخدمني كطعم عشان يجر رجل اللي يحاول يخلص عليا ويبان على حقيقته. قشطة جدا، أنا هستغل الفرصة دي. بعد الحمام السريع طلعت على طول على خزنة العيلة. محتاج لفافات مهارات وسحر. لفافات بتطبع مهارات القتال في الدماغ، بمجرد ما تقرأها بتبقى جوه عقلك تلقائيا. بس غالية فشخ، الواحدة ب50. عملة ذهب، وعائلة كوسوفو اللي كانت مخزنة منهم كتير. فجأة ظهر نائب المخازن، وكان بارد وبيتحرك ببطء مستفز بجد. واضح إنه بيماطل يسطا عشان يضيبهي. قال لي بكل برود إن مصروفي الشهر 10 عملات ذهب بس يا أجل، وأنا لسه ما كملت الشهر كامل هنا أصلا. واللفافة ب50، يعني مستحيل يفتح لي الخزنة يسطا. فكرني حسكت؟ باين قوي إنه بينفذ أوامر حد تاني عشان يوقفني وما كبرش، بس ده أنا معايا كارت حريقة هيقلب الترابيزة عليه. بصيت في عينه بكل برود وثقة سيجما وقلت له: انت غلطان يا اسطى، انا معايا 2000 و460 عملة ذهب بجد. الكل بيبصولي كأني مجنون ومش طبيعي بجد والله يا اسطى. لما سمعوا الرقم نائب المخازن اتريق وقال إني ما بعرفش أجمع وأطرح يا عم خالص. قمت مفهمة الحسبة الصح وأنا بنفضضها ببساطة كده، هو أنا بنفضها ضرب. أنا اتولدت في عيلة كوسوفو، يعني مستحق لي 10 عملات ذهب كل شهر من يوم ولادتي. ودلوقتي عندي 22 سنة يا عم، وما نسيتش. وعمري ما صرفت نكلة واحدة خاص، يعني 120 في 22. احسبها كده. الحراس اتسمروا من المنطق بتاعي يا اسطى. وفجأة دخل العجوز رئيس مخازن العيلة عشان يلحق النائب قبل ما خلص عليه واسيبه مغمى عليه، وقال لي كفاية ضرب. هو الوحيد اللي يقدر يفتح الباب السحري. أوف، قال إن كلامي صح قانونا، بس البارون لسه مصفر حسابي يا حاوي. ووافق على 100 ذهبة بس كحد أقصى. عملة ذهب بس، بلو تويست غتيت بجد، بس أحسن من ما فيش والله يا اسطى. محبط بجد، بس أحسن من ما فيش. سبته وظبطت له ياقة قميصه بكل هدوء، وقلت له يفتح الباب بكل ذوق وأدب. جري ينفذ الأمر على طول وهو مرعوب. الخزنة كانت حريقة بجد، مليانة أسلحة،
ودروع وحاجات سحرية مستوى تاني خالص. بس فكست ده كله ودخلت على طول على لفافات المهارات عشان أشقط الأرامل بمهارة الصيد. خيارات حقيقية على قد جيبي. مهارة الاندفاع، تمنها 50 ذهبة وبتزود السرعة. مهارة الصدمة، ب80 ذهبة، بتخليني أستخدم جسمي كسلاح. وأطير في الأعداء بسرعة حريقة لضرر مدمر. وبقت كمان مهارة حركة وسرعة. اخترت الصدمة بدون تردد مع مهارة غش الصيد. وجسد الحديدي، هظبط الأرامل بمستوى تاني خالص، ومفيش حاجة توقفني ضد عيق. ضربات جسدية، مهارة مبنية على تصادم الجسم كله كانت مثالية لي، وفضل معايا 20 ذهبة بس. والمدرب اقترح أشتري 4 أزايز من حاجة اسمها جرعة اللاد الأبغض، مسكن قوي جدا، بيمنع الألم والتعب لمدة 12 ساعة كاملة، ومن غير أي آثار جانبية ب5 ذهبات للوحدة. وفهمني إن إتقان مهارة الصدمة بيحتاج تدريب قاسي ومؤلم جدا يا اسطى. إنك ترزع جسمك في الحاجات مرار وتكرار بيعمل وجع مش طبيعي بجد. ومع حفلة العيلة بعد 7 أيام بس، وممكن حد يتحداني هناك في قتال، كنت محتاج كل ميزة تخليني أتدرب بسرعة حريقة. كلامه كان منطقي. أخدت ال4 عزايز ومشيت على طول. بس اللي ما كنتش أعرفه إن ده ما كانش نيته خير خالص. بعد ما مشيت كشف عن خطته الحقيقية. هو شغال لحساب البارونة اللي عايزة تخلص مني. وجهني بقصد لأصعب وأخطر طريق تدريب. ممكن حد يمشيه يا اسطى. تدريب الصدمة من غير أي دروع حماية أو راحة كافية يقدر يدمر جسم أي شخص من جوه بجد. إصابات مستخبية هتتراكم لحد ما الضرر يبقى ملوش علاج خالص. والمسكن ده كان الجزء الأخلص في الخطة من غير ما أحس بوجع. مش هعرف إمتى لازم أوقف. هضغط على جسمي فوق طاقته ومن غير ما أحس خالص. كان مستنيني أدمر نفسي تلقائيا. وبنفسي رجعت أوضتي، فضيت ممر للجلي وفتحت لفافة مهارة الصدمة على طول. الرموز القديمة ظهرت في عقلي بوضوح ورسمت الحركات في ذاكرتي تلقائيا. اللفافة باتت بيضة وفاضية خالص. المعرفة اتنقلت لعقلي. المعرفة اتنقلت. لوحة الحالة بتاعتي دلوقتي متبين إن مهارة الصدمة 0 من 10,000. ليفل الخبرة، شربت إزازة مسكن أبيض وبدأت تمرين على طول. وفجأة لقيتني بجري في الأوضة وخطفت ضربة جامدة في الحيطة بمهارة الباشا النارية دي. العجوز ده كان فاكر نفسه صايع، وفاكر إن المسكن هيخليني أتمرن بغباء وأتعب من غير ما أحس خالص، وتجيلي إصابات تموت جسدي بالبطيء من جوه. بس غبي ما يعرفش إني مروق على الأرامل بشيت الصيد، وجسد الحديد بيخليني أطير أي دمج. مفيش دمج يعني مفيش إصابات مستخبية. فكرته فيستك وما كانتش معايا خالص لسطة. كل خبطة صح في الحيطة بتزودني نقطة خبرة كاملة في مهارة البعشكي. وهنا بقى كانت المفاجأة الحقيقية يا صاحبي. نقطة كاملة لجسد الحديد ترفع لدلي. الخبطة القوية بمهارة الباش دي سايرة وأقوى 100 مرة من رمي كتفي في الحيطة كده. وخلاص يا صاحبي بجد، يعني محتاج 1,000,000 خبطة، بس مش 100 مليون عشان أوصل للمستوى التاني لجسد الحديد. وفضلت مكمل فرم لحد ما هلكت، وجبت 500 نقطة في مهارة الباش و10,000 نقطة لجسد الحديد هلا. وفجأة الباب خبط. تفتكروا مين جالي؟ طلع نفس الشخص اللي لسه منفضه وظبطه، وداخل بيضحك كأننا أعز أصحاب بجد. ووراه جنود شايلين صناديق وحاجة تانية، لو حديد ضخم مليان مسامير حامية. وقال لي البارونة منبهرة بجهدك وتمرينك يا اسطى، وعشان كده بعت لك 20 إزازة مسكن و100 إزازة من جرعة الاستشفاء السحرية. الجرعة دي هترجع طاقتك كاملة في ثانية.
ومن غير أي تعب خالص. ولو عايز تاني الكمية ملهاش آخر. أما اللوح المسنن ده فهدية منه. وجايب معاه دفتر قديم لجدوده بيقول إنهم أتقنوا الباش بالخبط في اللوح. وصحوا سلالة التمساح اللي جواهم كده. إن جدهم أتقن الباش بالخبط في اللوف ده. وصحى كمان سلالة التمساح جواه بسبب كده. بس أنا لقطت إن الحوار وراه معدة. جرعات ب1000 قطعة ذهب كاملة بتتسلم لي بضحكة صفرة كده كأننا حبايب بجد. البارونة دي أصلا بتكرهني كره مش طبيعي. عليه، دي مش جدعانة منهم خالص، دي سبوبة. حوار كبير، بس مش فاهم بيفكروا ازاي. لسه هما ما يعرفوش حوار الجسد الحديدي يا اسطى. فاكريني بس بتاع حوارات صيد وشقط أرامل. شخص تافه هيدمر جسمه بغباء في التمرين من غير تفكير، بس المسكنات كانت مدارية الوجع ومشروبات الطاقة مخلية الباور. جسمي شغال لحد ما أموت من التعب. والإصابات المستحبية هتموتني، بس خطتهم دي عشان يخلصوا مني بقت بجد أحسن فرصة. تمرين لواحد جامد زيي، رحت على طول شارب مشروب طاقة. الباور رجع فجأة وبقوة. في ثانية وجسمي ولع نار ودخلت جري على لوح الحديد اللي مليان مسامير ده. المسامير غرزت جامد في جلدي، بس برضه مخترقتوش، والخبرة اللي باخدها مش طبيعية بجد. 10 نقط كاملة للجسد الحديدي مع كل خبطة، يعني 10 مرات أحسن من الحيطة. السادة، كنت حفطس من الضحك والله. البارونة دي خدمتني وادتني السكة اللي كنت محتاجها عشان أبقى قوي وبسرعة مش طبيعية بجد. هبقى أشكرها بعدين يا اسطى. المهم رجعت جري لآخر الممر بتاعي، وبدأت أخبط نفسي تاني وتاني من غير ما أزهق خالص. 3 أيام كاملة من غير نوم ولا أكل، ولا حتى بربشت عيني، فضلت بس بدوس وبدخل بصدري في لوح الحديد أبو مسامير كذا مرة ورا بعض، والمسكنات كانت مغطية على الوجع تماما، ومشروبات الطاقة مخلية الباور على آخر. بس دماغي هربت، ما هي من كتر الضغط والتعب بجد والله. اللي كان ممشيني لقدام هو الخوف وبس، لأني عارف إن الضعيف في العالم ده حيموت على طول ومحدش هيرحمه. على نهاية الليلة الثالثة لقيت شاشة الحالة بتاعتي مظهرالي الضرب 9999 من 10,000، والجسد الحديدي 999. 1990 من مليون. خبطة واحدة. ضربت نفسي بالقلم عشان أفوق ورجعت مشيت لآخر الممر بتاعي، وغمضت عيني وقفلت كل حاجة، ودخلت خبطة أخيرة. الإشعارين ظهروا سوا في نفس اللحظة. مهارة الضرب بقت ماكس، وأدتني نقطة قوة ونقطة تانية في الصحة. والصلابة الجسدية والجسد الحديدي نط فجأة من ليفل 1 لحد ليفل 2. 2. تأثير مهارة الضرب الجديدة زود لي دفاعي 50% وأنا بهجم بس. الجايزة بجد كانت الجسد الحديدي ليفل 2. دي فتحت لي ميزة اسمها البناء الضوئي. طول ما الشمس لمساني يا عم طاقتي مش هتخلص خالص. جسمي وعقلي هيفضلوا في التوب دايما على طول، وأي جرح فيا هيخف لوحده تلقائيا. مفيش حاجة توقفني خالص، بس كنت هموت خلاص. 3 أيام من غير نوم دمروا دماغي. كنت منتهي خالص بجد يا صاحبي. زحفت ناحية الشباك عشان أطول خيوط الشمس، بس جسمي ما استكش معايا وفصلت شحن. وقعت على الأرض ميت. ولما الفجر طلع والشمس دخلت من الشباك ونزلت على جسمي، رجعت للحياة في ثانية. وش الدبلان رجع فيه الدم والروف. طاقتي رجعت كاملة، مستوى تاني خالص. زي شجرة ميتة طلعت ورق فجأة بجد. البناء الضوئي ده طلع حريقة فشخ، أقوى بكتير من وصف اللعبة يا اسطى. في القصة الأصلية سباتوس بقى زوردي قبل ما يفهم المهارة دي أصلا، والزومبي ما بيطقوش الشمس 5، فما عرفش يطور المهارة دي خالص يا اسطى. بس أنا لسه إنسان وعايش وبكامل صحتي يا اسطى. هستغلها الآخر،
هكر صيد حريقة وأظبط الأرامل. عشان أطور الجسد الحديدي للمستوى 3 محتاج أقف في الشمس بدل داك، يعني حوالي 15 مليون ثانية، يعني تقريبا 180 يوم مشنس من غير شمس بالليل خالص. الموضوع هياخد حوالي سنة، وقت طويل بس مقدور عليه. خصوصا إن قدامي 5 سنين قبل الكارثة الكبيرة الأولى. فتحت قائمة خصائصي وشفت مفاجأة تانية مش طبيعية، تطوير مهارة. الضرب المفروض يرفع قوتي وصلابتي ل9 لكل واحدة منهم، بس لقيتهم واصلين ل10 كاملين. يعني قمة البشر يا اسطى، سلالتي شكلها. صحيت، دم تمساح عيلة كسوفو. بيزود لي كل خاصية بنقطة واحدة كاملة، وده معناه إني جاهز وبقيت خلاص يا اسطى. محقق الشروط الأساسية عشان أبقى محارب. ناقص بس أتعلم مهارتين أساسيتين كمان يا اسطى. وأقدر أبدأ طريقي على طول، مفيش توقيف. حفل البدء 3 أيام جنان رسمي يا اسطى، اتغيرت فيهم من مجرد واد غلبان لبطل جامد بمستوياته وجسم المحاربين بجد. هدايا البارونة اللي كانت هتموت ميدي بقت هي البنزين اللي شعل قوتي الجديدة، وعملت لي تحول حريقة. بس صحيان الدم ده قلقني شوية برضو في القصة الأصلية. سمبخ عمره ما صح خالص. الدم تمساح الخليج لو كان عملها جوته كانت هتطير لمستوى تاني خالص، ومكانته في العيلة كانت هتبقى فوق، ويمكن كان هيهرب من نهايته حزينة. السلالات النادرة دي بتغير الشخصية دايما. التمساح كائن شرس ومحب للسيطرة جدا. بصيت للشمس الطالعة وسألت نفسي، يا ترى ايه اللي شعل الصحيان الدم ده؟ وهيغير ايه في شخصيتي وجسمي الجديد؟ بس خلاص يا اسطى، عرفت السبب الحقيقي. اللوح الحديدي أبو مسامير ده عليه بقع قديمة من سنين كتيرة يا عم. ولما دقته فرفوتة منه ما طلعش دم بشري خالص، كان ريحته شبه النباتات. ده كان دم تمساح الخليج يا عمد. فتحت المذكرات القديمة وقريت القصة كاملة. عن جد قديم اسمه باكسيوس كوسوفو، كان عنده سلالة دم تمساح حريكة لدرجة إن جلده كان درع تمساح. من يوم ولادته الناس قالوا وحش، مش طبيعي. ولما البنت اللي حبها رفضت شكله، عقله طار منه خالص. ربطوها في اللوحة أبو مسامير ده، وفضل يخبط فيه بجسمه لحد ما ماتت، والدم غرق كل المسامير دي يا اسطى. بمات بتركيز التمساح الآلقة. غرق المسامير دي كلها يا عم. سلالته انفجرت بالكامل وحولته لكائن غريب ملوش علاقة بالبشر تقريبا يان. والدم الأثري ده فضل على المسامير لأجيال كتيرة من غير ما يروح. ولما قضيت 3 أيام بخبصية الدم دخل مسامي وصحى سلالتي النايمة جوايا مع هكر الصيد بتاعي ده. أنا بقيت خارق ومستوى تاني. سلاح البارونين اللي كان هيموتني شقطت بيه الأرامل واداني كنز أسطوري. هالهدية دي وبمناسبة الكلام لسه معايا شوية مسكنات وحاجات فايضة كتير، ومشروبات طاقة حرام أسيبهم كده يتردوا في الأرض. فقررت أروح حالا للبارونة بنفسي، أشكرها وكمان أشوفها وأرجع الحاجات اللي مش محتاجها خالص. رحت الجنينة اللي ورا، وهناك هيلين كانت بتشرب شاي الصبح مع شلة نسوان من الهوانم كونتيسا وفي كونتيسا كبار كده، وأرملة بارون قديم. قلت أشقطها بالمرة. واصلين بدري عشان حفلة التكريم كمان. 3 أيام بس، ما كنتش عارف بيخططوا إيه وبيتكلموا في إيه. هيلين كانت متنكدة على الآخر، خطتها تخلص مني بالتتيب. باظت خالص وفشلت فشل ذريع يا اسطى. ده أنا فضلت أكسر بالحيطة 3 أيام وطلعت منها وحش وصحتي بومبي بجد. ما كانتش قادرة تقول الحقيقة لأي حد يا اسطى. إنها كانت بتحاول تموتني في السر كده وتخلص من ابن جوزها غير الشرعي. الكونتيسة لمحت وشها النكد ده فورا، وعرضت عليها صفقة جامدة معاها حارس شخصي قوي اسمه كايل، واد متدرب قوي فشخ وصحته في ليفل الوحش بجد يا اسطى، ومقفل مهارات قتالية قوية
والخطة كالتالي: كايل هيجي قدام الكل كده ويتحداني. في وسط اللمة لو جليت ورفضت التحدي هبقى عيل جبان، وساعتها البارون نفسه هيتبرى مني. لأنه هيتكسف يعترف بيا قدام الناس. ولو وافقت كايل هيموتني في السكة وسط المعركة ويقول دي حادثة وماتت يا اسطى عادي. يعني في الحالتين كده كده ميت. ومخلص على آخر الهوانم الباقيين كلهم سخنوا، وعرضوا حراسهم ورجالاتهم كمان عشان يسلوا عليا، ونزلوا عليا تحديات ورا تحديات يا زميلي. كده ليه؟ عشان ما يبقاش قدامي وحر. هيلين وشها نور وفرحت على الآخر، والهم طار من دمعها كده فجأة. وكانت لسه هتبعت تناديلي فجأة لما الخدامة دخلت ومعاها رسالة لقيتني أصلا واصل ليهم خلاص وبسرعة عشان أشوفها، ودخلت الجنينة يسطا بكل ثقة. بعد ما استحميت والكل اتنحى وبيصلي، كنت متشيك ورايق ولابس نظيف كده، وشي منور وطاقة نار بسبب شيت الصيد. مع الجسد الحديدي ليفل 2 مخليني وحش. واقف في الشمس شكلي رايق بجد. مفيش أي أثر للدم والبهدل خالص. اللي دخلت بيهم الصالة من 3 أيام. انحنيت لهيلينا وشكرتها من كل قلبي بجد. لولا جرعتها ودرع الحديد اللي ادته لي ما كنتش هقدر أطور مهاراتي بسرعة كده، ولا أضبط حوار الجسد الحديدي ده خالص. مهما كانت نيتها، المساعدة دي كانت حقيقية. وأنا بجد كنت بعبر عن امتناني الحقيقي. وشيلينا أتقلب بجد اتصدمت. افتكرتني بتريق عليها وبغلس بجد والله، عشان خطتها لقتلي خلتني أقوى بمستوى تاني خالص. فجأة زعقت وقالت خلاص كفاية ضحك، مع إن مفيش حد كان بيضحك. والكل بصلها باستغراب شديد بجد. حاولت تلم الموضوع ورمت لي كلمتين عافية. قالت إني موهوب زي أبويا البارون أمبروز. بجد الكلمة دي فاجأتني وما كنتش متوقعها خالص. للحظة حسيت بدفى غريب من كلامها يا اسطى، بس فقت بسرعة وافتكرت اللعبة والسيناريو ده. افتكرت بلوت تويست من قصة الليلة. سمباخ الأصلي كان مدورها مع هيلينا بالسر، ولما رينا عرف بالحوار ده اتعصب لدرجة إنه شوه سمباك قدام الناس كلها، ودي ودت سمباخ للطريق الضلمة خالص، وبقى شخصية شريرة مدمرة الكل تلقائيا خلاص، ومفيش أي حاجة توقفه عن الانتقام. وبصيت على نظرات هالينا والستات النبلاء ليا. هنا بدأت أربط الخيوط ببعضها وفهمت اللعبة. الجاذبية ماكس 10، كأنها غش صيد للأرامل. ودلوقتي بعد ما نضفت ولبست شيك فشخ، تأثير الكاريزما بدأ يظهر بجد للكل. هيلينا ما بعتتش الجرعات دي جدعنة منها خالص، ولا حتى عشان تموتني وتخلص مني يا اسطى. في القصة الأصلية البت وقعت في دبديبه، وشكلها اتشدت لشكل الجديد ده بجد، والشدة دي هي اللي ودتني ناهية، وأنا مش هعيد الغلطة دي تاني أبدا. عشان كده قررت أدخل في الموضوع دوي. بصيت في عيون هيلينا بسجمة حقيقية وقلت بصوت عالي قدام الكل: يا اسطى، إني بحترمها جدا ومفيش أي مشاعر حب، ومستحيل نفكر في سكة الارتباط دي، ولو بعتت الجرعات دي عشان تشقطني بيهم فأنا هدفع تمنهم كاش ومش عايز جمايل. رجعت وبقوة يا اسطى وأعلنت على المكشوف إني مكرس حياتي لهاك الصيد مش شقة الأرامل، وإن النسوان بيعطلوا ضربة سيف الراجل وبس يا اسطى. السيف. الجنينة هديت خالص، وفجأة النبيلات كده عيونهم برقت من الصدمة وبقوا يبصوا. بيني وبين هيلينا رايح جاي و200. حماس مش طبيعي بجد. في دماغهم أنا كرفت لمرات أبويا رسمي، ورفضت حركاتها لشمال الدانون، وده كان أقوى حوار ولقلقة لسان. سمعوها من سنين، وشهلينا بقى وقتها أحمر دم وجابت ألوان من الغل، وكانت بتشاور عليا ومن الغل مش مجمعة كلام خالص. وأنا عملت اللي في دماغي بالظبط. أي محاولة صيد تانية من هيلينا عشان تتقرب مني هتبقى مكشوفة ومشبوهة للكل. ولو رين سمع بكرة أي حوارات هرتلة هتبقى عن إني كرافت لأمه يا اسطى ومش العكس.
العكس خالص يا اسطى، وكده غفلتهم كلهم بجد. هيلينا لفت للكونتيسة والشر في عيونها، وقالت لها بصوت واطي وبارد: مفيش زيه خالص. دورك يلا دلوقتي. الكونتيسة ساعتها شاورت لحارسها كايل عشان ينزل يفرمني على طول. كايل ده محارب متدرب في قمة قوته، لياقته، ومقفل مهارتين كاملين، ومتأسس من طفولته يا اسطى، وكان المفروض يدمرني تلقائيا بالسهل، بس بدأ الجيم على طول بلقطة رخيصة وشتم أمي، قلبها شخصي كده. يسطا في حياتي اللي فاتت كنت برضو عيليتي ابن حرام، بس أمي حنينة وماتت. بدري ذكريات سمباكا شايلة نفس الوجع والغل ده، وأنا مستحيل أعديها. ليه؟ بالساهل، وافقت على التحدي وهفرمه حالا يا اسطى. في مكانه ومن غير تضييع وقت. كايل دخل عليا الأول وبكل غباء، بوزنه 300 رطل بالدرع والحديد كله، والسيف بتاعه رزق فيا بأقصى سرعة، طيرني. الكل افتكرني خلاص مت يا اسطى بجد، بس قمت وقفت عادي من غير خرش. وكايل بقى جدي فشخ وقتها. جسم الحديدي شال الصدمة كلها تلقائيا وبقوة. نفضت التراب وضحكت وسألته باستهزاء كده: هو ده آخرك يا اسطى؟ قلب دفاع سريع على طول. مستخبي ورا درعه ومستني طاقتي. تتخلص عشان يغفلني يا اسطى. الكونتيسة ساعتها اتفاجئت. فهمت هيلينا إن الخطة دي ذكية فشخ. الهجوم بيخلص طاقة الكاركتر بسرعة، بس الدفاع مش بيستهلك حاجة. أول ما أتعب كايل كان هينهيني، الكل بجد مستني اللحظة اللي هقع فيها من التعب. ما يعرفوش شيت الصيد بتاعي. البناء الضوئي تحت الشمس. أنا طاقتي لا نهائية، مفيش حاجة توقفني خالص. مش هتعطل، سرعتي مش هتقل أبدا. والساعة لسه 10 الصبح يا عم. قدامي 7 أو 8 ساعات طاقة حريدة. مكمل هجوم ودايس عليهم دقيقة كاملة. 5 دقايق، 10 دقايق، كل ضربة أقوى من اللي قبلها. ثقة كايل. اتبخرت وبقيت حيرة، بعدين قلق، بعدين رعب. دراعه نمل ودراعه برق، يميل ورجليه بتترعس تدعي. بعد 15 دقيقة درعه طار من إيده. أخذت نفس عميق أخير ودخلت بصدري في صدرها المكشوف الخالي من الحماية. طار بعيد. لورا ورزع في سور الجنينة لما اتزحلق لتحت، دراعه وجسمه اتعجنوا سوا وبقوا كومة حديد ولحم. مش طبيعي. الدم بدأ يسيل من بين شقوق الحديد المتدمر. الجنينة كلها هديت تماما. هيلينا وقعت مروفتها من إيدا. الكونتيسة تنحت ومش ناطقة. وبعض النبيلات حسوا بقرف وكانوا حيرجعوا. من المنظر وقفت تحت أشعة الشمس، مفيش عرق، مفيش نهجان، واقف رايق بكاريزما تظبيط الأرامل. وبصيت حواليا على الكل وسألت بكل برود وهدوء: حد تاني حابب يجرب؟ الكل اتصدم بجد. الكونتيسة كانت أول واحدة تفهم اللعبة وصوتت وقالت: أكيد الواد ده صح سلالة تمساح الخليج جواه. وده التفسير الوحيد لقوته المرعجة بيه. إزاي فلاح بسيط يبقى وحش كده؟ في 3 أيام بس. كلامها مش غلط 100%. فجاريته في الكنان. وهزيت راسي وقلت حاسس بدمي بيغلي. والسلالة خلاص قربت تصحى بالكامل جواه. وده رعبهم أكتر وأكتر يا اسطى. لو أنا بالقوة دي من دلوقتي بقيت قبل ما أصحى بالكامل كان إيه اللي حيحصل؟ لما يخلص الحوار ده الكونتيسة كانت حتموت وتعرف يا اسطى عملت اللقطة دي ازاي. فحنيت راسي لهيلينا وديتها البرستيج كله، وجدت لهم أن اللوحة الحديد اللي فيها شوك اللي بعتوها لي وكان عليها دم تمساح قديم هي اللي صحت سلالتي النايمة فف. وأنا بتدرب بجد وما قلتش حاجة عن جسد الحديدي والهاك بتاعي في الصيد وشاشة النظام وريز الأرامن. الستات النبلاء صدقوا الحوار ده على طول يا اسطى. أصلهم من عائلات سلالات أصيلة وعارفين.
إن الصحوة العشوائية دي بتحصل عادي. منطقي فشخ بالنسبة لهم. وفجأة الكونتيسة اتجننت من الحماس وبدأت تهبد وتقول: قصة جدود عائلة كوسوفو زمان. البطل الأسطوري المشوه اللي صح طاقته الكاملة بعد ما البنت اللي حبته رفضته وطردته. وعملت مقارنة درامية فشخ بين حكايته وحكايتي، وقالت إننا الاتنين متهانين من صغرنا ومجبورين نتخلى عن الحب والاهتمام يا اسطى، وبنرمي كل طاقتنا في ضرب القتال وبس. وبصت لي بشفقة والدموع في عينيها وشاورت عليها وبتقول إن سلالتي صحيت بسبب الحب، وتحديداً مشاعري المأساوية المستحيلة تجاه هيلينا اللي اضطريت أرفضها قدام الناس كلها. والستات النبلاء التانيين بقوا يبصلنا رايح جايب نظرات نميمة وشك مش طبيعي. في دماغهم بقينا عشاق مأساويين فشخ. ابن جوزها ومرات الأب اللي الظروف والواجب فرقوهم عن بعض. كده ليه بدت؟ أنا وقفت مكاني وما بقتش عارف أنطق. الحوار ده وسع مني وبقى هبد. مش طبيعي يا اسطى، بس فجأة فكرت ولقيت إن الفيلم ده شغال لمصلحتي. كده والله، لأنه اداني تبرير جامد لصحوة سلالتي بعيد عن أسراري. وكمان خلت هيلينا تبان كأنها السبب في تحولي لشخصيتي سيجما جامدة فشخ. وده معناه إن البارون مش هيقدر يخلص مني بسهولة من غير ما يشككوا فيه. الكونتيسة سألتني بفضول لو كلامها صح، فغمضت عيني وعملت نفسي مكسور بجد. الكونتيسة بتسأل وتحقق، شكلها كشفت هاكر الصيد بتاعي. بتسأل لو تخمينها صح. غمضت عيني وبدأت شيوت. غمضت عيني، اتنهدت بجد وقلت عندك حق يا اسطى. وهيلينا بقى في اللحظة دي جالها هبوط حد قد وانهارت خلاص. والستات الهوانم بنظراتهم فهموها إن الحوار ده هيتفضح في كل مكان لو البارون عرف إنها مع ابنه. الشمال بيحبوا بعض في السر، هتبقى كارثة سودة ومصيبة حريقة. وطبعا مستشارينها الأذكياء فص ملح ودهب ومش باينين خالص، ومفيش حد يلحقها أو يفكر معاها في مخرج. فعملت إيه؟ الحركة السايعة الوحيدة غمضت عيونها على طول وطبت ساكتة في مكانها. الجنينة اتألمت وبقت غوغة وكل بيصوت بجد ويطلب نجدة. واحد نده لطبيب القصر، بس طلع واخد إجازة يا عم تبه. وأنا واقف بتفرج على الهيخبي وعامل نفسي قلقان وميت من الخوف، كأني ابن زوجها المخلص بجد. جه قسيس اسمه فرانك وعمل سحر عياج لهيلينا، بس ما فوقتش يا اسطى. القسيس العجوز قال للكونتيسة في السر إن البت هيلينا مجهدة نفسيا ومحتاجة تريح بس وتفصل شوية. أنا شكيت إنها بتتمارض، بس كتمت في نفسي ووقفت مستمي برا أوضتها. لما الكونتيسة خرجت أخيرا مع القسيس قالت لي إن هيلينا بقت تمام. ارتحت يا اسطى مهما كانت نيتها. كفاية إنها غرقتني بالموارد عشان أظبط. حنشيت بتشيت الصيد وأشقط الأرامل براحتي. ما كنتش عايزها تتأذى بجد، وحوار قتلي لكايل لما فكرت فيه فهمت إن دم التمساح اللي جوايا أثر عليا وقت الخناقة. غريزة الوحش ده العنيفة هي اللي سحلتني بزيادة بجد. برا السيطرة، لازم ألاقي طريقة أتحكم فيها التأثير ده بدل ما أروح في داهية بسبب غشامة مفيش داعي ليها. فجأة ركزت في شكل القسيس العجوز وجسمي قشعر فجأة يا اسطى. أنا عرفته، ده فرانك ملوش عيلة وعنده 105 سنة، طالع من العشوائيات، بس يعتبر واحد من أقوى القساوسة اللي عايشين، وعنده ماضي غامض وسري مع إله الضوء بجد، اللي الكنيسة كانت دفناه جوه اللعبة يا اسطى. قصته الحقيقية ما ظهرتش كاملة بجد غير لما نزل التحديث العاشر، ووجوده هنا كان صدمة. بيسافر مع الكونتيسة كأنه الرفيق بتاعها المقرب ليها. سألني بفكر فيه،
عشان فضلتم بحلق فيه زيادة عن اللزوم. الكونتيسة هزقتني على طول وقالت لي عيب. أقل أدبي، واعتذرت بسرعة وخلاص كده. بس الكونتيسة نصحتني نصيحة طيبة يا اسطى. ابعد عن هيلينا دي وما تروحش عندها. ما تقربش منها وابعت أي حد تاني لو عايز تكلمها. حذرتني بجد وقالت لي إن البارون أمبروز ما بيسامحش حد يا اسطى. وأنا أخدت كلامها جد وبعدين سألتها لو تحب تشتري مني كل الإكسسوارات الباقية اللي هيلينا كانت بعتاهم ليا. وافقت على طول، ودفعت لي 600 عملة ذهب على طول. وقبل ما تمشي خالص ابتسمت وقالت إني أقدر أجي أبيع ليها أي إكسير أو أدوات سحرية في أي وقت حبة، حتى بالليل. شكل تظبيط الأرامل شغال حرية. شكرتها ومشيت بالكاش. لسه علي دين عايز أسدده. وفي نفس الوقت أول ما الكل مشي من عندها هيلينا فتحت عينيها. فجأة البنت كانت صاحية ومصحصحة يا اسطى. وعلى طول أمرت الخدامة بتاعتها تروح تجيب. تنادي مستشاريها الاتنين بسرعة وكمان تجيب. حرس القلعة معاهم عشان لو فكروا يهربوا. وأنا كنت شغال في خططي. كانت حوارات تانية بتحصل من ورايا بجد. هيلينا نزلت جلد في مستشاريها الاتنين على خيبتهم وفشلهم الكبير ده. خطتهم عشان يموتوني في التدريب يا اسطى. جلبت عليهم بلوت ويست غريب بيعب. مش بس طلعت عايش، ده أنا صحيت. سلالتي ودمرت مساعد المحارب قدام الكل. بس واحد منهم طلع بفكرة صايعة تانية وقال له هيلينا ما تبررش للبارون أي حاجة ولا تعتذر عن الإشاعات اللي طالعة لي. بالعكس، لازم تبان واثقة وتبيع. السيناريو كله بذكاء ومستوى تاني. المنطق بسيط يا اسطى. البارون بيهمه مستقبل العيلة أكتر بكتير من كلام الناس. لو قالت إنها كانت بتستثمر فيا عشان غش صيدي والريز الفاجر. الأرملة لقطتني بلقطة صيد السحرية، والبارون كان هيوافق بجد. لما البارون بقى جاب هيلينا لمكتبه، الجو اتكهرب بجد وكان مميت. حكالها عن تاريخ عيلة كوسوفو، الأجداد الأقوياء اللي منوا إمبراطوريات بالدم والشجاعة وبس، ومن غير سحر. وبعدين سألها ببرود لو وقع فيا وفريز الأرامل بتاعي. هيلينا مشيت على الخطة بالحرف. هي مات الضحك في وشه وقالت له أنا بدعمه عشان شفت لقطته وقوته وموهبته، وعايزة عيلتنا تكسب مقاتل حريبة. مستوى تاني خالص. عاشت دول الست الأصيلة بتاعت البيت اللي بتستثمر بذكاء في وريث سلالة جامد البارون. صدق الحوار بجد ومدحها وقال له أنا ظلمتك وما كنتش عارف إخلاصك للعيلة. وفجأة نزل عليها بمفاجأة صدمة. قدم ميعاد حفلة الاعتراف بيا وخلاها الظهر كمان 3 أيام بدل بالليل خالص، عشان عارف إن أعدائي حييني يتحدوني هناك، وكان عايز يفركش خططهم ويقلل لمتهمهم وما يلحقوش النبلاء الأشرار. يوصلوا في الوقت المناسب، وبالذات الفيكاونت حسين بتاع الشمال اللي شغال مع عائلة سنو اللي حاولت تموتني قبل كده. بس البلوت تويست الأغمر كان في الآخر. البارون قال لهيلينا بما إن دمي بيصحى وبقى حليا، لازم نغرق البطل موارد ودعم زيادة عشان يبقى أوبفيس فشخ قبل ما نوصل للحفلة. وبما أن الأرملة هيلينا هي أكتر واحدة بتدعمني في قديمي، خلاها هي المسؤولة عني رسمي. الست اللي بقالها أيام بتموت فيا بجد بقت مأمورة رسمي تخليني أقوى حد، ومفيش حاجة توقفني وأنا بروق حالي. وبالظبط لقطة صيدي كان ورا الكواليس. حوارات دايرة وما كنتش أعرف عنها هذا خالص. البارون قاعد في مكتبه يستاه. بعد ما هيلينا مشيت بيشرب البيب بتاعه وبيتكلم مع المساعد اللي طلع البوس الخفي لأقوى شبكة جواسيس سرية. بتراقب دبة النملة في القصر، وقعدوا يتكلموا عنها، ورأي المساعد صدمه. البارون بصم بالعشرة إنها غبية وسهة. اتجوزها بس عشان ورثها وباباها الغني وعقلها الفاضي ده، بس غبقها مصلحة.
معناه إن مش هي اللي ورا الحوار. ولا استخدمت الغربان عشان تعملي كمين يا اسطى. البارون كان هيتجنن ويفهم السبب بجد. هيلين بقت فجأة ذكية جدا ليه، بس البواب فتن وقال إن أبوها الأنكل كيميائي فاحش الثراء واسمه هورنبي راوث، قافل على نفسه المعمل بقاله 2 كاملين، فمستحيل يكون بيساعدها. أبو هيلين بقى بيبعتلها 2000 قطعة ذهب كل شهر مصروف يا اسطى. مصروف شخصي ليها، ده أكتر من دخل. البارون نفسه، والموضوع محمي بعقد سحري غريب. البارون ما يقدرش حتى يلمس قرش واحد منه. بس البارون اتبسط فشخ وكان بيفكر ذاتي إن هيلين هتصرف من جيبها عليا أنا عشان تخليني أقوى زي ما أمرها بالظبط. كان ميت على نفسه من الضحك بجد. فلوس حماها الغني هتصرف على ابنه الغير شرعي، يعني عليا أنا. وهيلين كانت بتنهار بجد في أوضتها وبتولع غضب قدامها يومين بس، تخليني فيهم بطل خارق بأمر البارون المباشر، مع أنها كانت بتتم موتي تلقائياً. صرخت في وش أوفوهايمز يلعن غنغاغرن، وصفتهم بأنهم بهايم وما منهمش أي رجع. بس طلع بفكرة خبيثة مستوى تاني خالص. لمح في خناقتي مع كايل إنه مهارتي في التصادم فتاكة ومدمرة. شكلها بسبب غش الصيد وتظبيط الأرامل وسلالة التمساح، بس هو لقط ثغرة. واعتبرها نقطة ضعف القاتلة، وهي عقلي يا اسطى. قوة العقلية. عيلة كوسوفو أصلا بتدرب عيالها من الصغر على طول، جسديا بس لا وعقليا كمان، عشان لما دم التمساح يصحى جواه يقدروا يقاوموا جنونه ووحشيته المرعبة. بس أنا عمري ما خدت التدريب ده. فخطة أوف كانت تسرع صحيان دمي بطرق ملتوية عشان يشتغل عليا ويوصل لأعلى مستوى طاقة تلقائية. لو الخطة نجحت، وحشية التمساح وجنونه هيدمروني على طول. هيدمروا عقل تمام النشطة، وهبقى مجنون رسمي، مفيش حاجة توقفني. هيلين طارت من الفرحة بالبلوت تويست ده. بينفذوا كلام البارون عشان يخلوني أقوى، بس في السر بيحولوني لحاجة كمان. مجنون رسمي عشان ما ورثش أي حاجة ولا مليم يا اسطى. وسألوني عن نقطة ضعفي اللي يوف قال عليها. الواد اتصدم وتنح، كان بيهبد لما قال إن في نقطتين. حب يرقعها، شاور عليا وقال بجرأة: عيش حياتك بقى واكتشف الباقي بنفسك يا اسطى. الحقيقة إن أوف كان عارف اللعبة كويسة. خطته كان فيها ثغرة واسعة فشخ بجد. مفيش أي طريقة تضمن يقظة دم السلالة. بنسبة 100% النبلاء بيفضلوا دايما في مرحلة شبه البداية طول حياتهم وما بيوصلوش لليفل الوحش خالص. فكان بيجهز طريق هروبه من بدري يا اسطى. لو الدنيا باظت منه تاني وقتها كنت بهكر الصيد وبشقط الأرامل كالعادة يعني. ومش دريان باللي بيحصل ورا ظهري خالص. في أوضة هيلينا الخاصة يا رجالة بجد. الواد هام فاجأ الكل لما كشف نقطة ضعف الكبيرة اللي هي أمي. قال إني كبرت من غير أهل ولا حب، ومفيش حد اهتم بيا بجد يا اسطى خالص. فكان ميت على حنان الأم بجد والله. وبتحليله ده ثقتي في هيلينا مش حب، رومانسي خالص، ده تعلق عيل صغير يستا. محروم من أمه وبيعوض النقص ده كده. وقال كمان أني استخدمت الصفيحة الحديد على طول اللي فيها مسامير من غير أي تفتير. لما جابها ليا باسم هيلينا بطيبة كده. أي حد عاقل كان هيشك فيها على طول، وما كانش هيعديها كده عادي يا اسطى بجد. الخلاصة بتاعته كانت مرعبة ومستوى تاني خالص. أكتر شخص بتثق فيه يا صاحبي بجد. هو أكتر واحد هيعلم عليك ويدمرك دمار شامل. كان هيشرق من الصدمة بجد. هيمن تفوق عليه المرة دي فشخ أمها. هيلينا نفسها ترددت للحظة وحست بشوية شفقة لما تخيلتني شايفها زي أمه بالظبط جر، بس أو فوقها ورجعها للواقع بسرعة الصاوخ. وقالها لو الواد ده ورث العيلة دمرنا. انتي وعيالك التلاتة هتروحوا في داهية على طول. قلبها جحد على طول وما فيش أي تراجع. قلبها جحد على طول، قامت مدية كل
مستشار 500 عملة ووعدتهم بمكافأة خرافية. وصدمتنا أكتر لما كشفت ثروتها السرية اللي طلعت عشرات آلاف العملات الذهب. يا إلهي، أوف وهيمز اتصدموا فشخ من غناها ده، وكل واحد فيهم بدأ يخطط سرا عشان يسرق أكبر جزء ممكن قبل ما التاني يلحق. بس المشكلة الحقيقية لسه موجودة. إزاي أصحي سلالتي بالكامل في يومين بس؟ مفيش حد في تاريخ المملكة بقاله 1000 سنة في أروان قدر يلاقي طريقة مضمونة لكده. هسه سأل لو عيلة هيلينا آل رالف المشهورين كصناع جرعات كيمياء عندهم حل للموضوع ده. عيون هيلينا لمعت بجد. أخوها روزيل كان لسه مكلمها عن تطور جرعة صحيان السلالة الأسطورية دي. وقوف في الغاب يفتكر إنها هتحتاج تبعت جواب سريع مع غراب وحياخد يومين، يعني متأخر قوي. بس هيلينا طلعت طبق سحري مش طبيعي من خاتم التخزين السحري بتاعها. ده جهاز لنقل الحاجات عن بعد خالص. أبوها صنعه بنفسه وبيشتغل بطاقة. كريستالات نادرة وحريقة. كتبت الرسالة وحطت 6 كريستالات كبار جدا على الدايرة السحرية بتاعت الطبق، وفجأة الجواب اختفى على طول. الكريستالات اتدمرت، وكل واحدة ثمنها ثروة بتت. عائلتها بس اللي بتصنعها، وأبوها كان محضرها إنها ما تستخدمش الطريقة دي إلا للشديد القوي. فضلت تدعي أخوها يرد بسرعة ويبعت اللي ناقصها. ومحدش فيهم كان متوقع العاصفة والقلبان ده اللي الجواب ده هيعمله أول ما يوصف. لعيلة رالف يا اسطى. وكمان محدش فيهم كان عارف إن خطتهم كلها بالجرعات واللوح الحديد العبيط ده، وفكرتهم عشان يجننوني بصحيان السلالة بتخليني أقوى وأقوى بهاك السلك. وريز شقط الأرامل يا اسطى. هناك بقى رسالة هيلينا وصلت لأخوها راسيل اللي وطار بيها على طول لأبوهم هورنبي رالف. الكيميائي الأسطوري بجد، والاتنين مع بعض فهموا كل اللي بيحصل دمن. تقارير الجواسيس ورسالة هيلينا، وتأكدوا إن خلاص شقطت قلب هيلين هسكا. หรือคิดว่าฉันมองชีเป็นตัวมารดาผู้ให้กำเนิดละมั้ง แถมยายฮีลีน่าดันอยากได้น้ำยา ปลุกสายเลือดสุดเทพมาใช้เล่นงานฉันแต่พวกนั้นไม่รู้เลยนะว่าฮีลีน่าจ้องจะใช้ผลข้างเคียงสุดเลวร้ายของน้ำยาขวดนี้มาทรมานฉันให้ยับ ส่วนรัสเซลกับฮอนบี้ก็คิดไปเองว่าชีหวังดีอยากช่วยคนสำคัญจริงๆโถ่ทั้งที่ความจริงฮอนบี้แอบไปซุ่มวิจัยเลือดจระเข้สุดพิเศษที่แอบได้มาจากสปายสาวลิลิธก่อนที่จะขิดจนในที่สุดก็ปรุงน้ำยาระดับตำนานสำเร็จจนได้รับประกันการปลุกสายเลือดเต็มระบบแบบห้องเกินโดยไม่มีผลกระทบทางจิตใจเลยสักนิดแต่ทว่ามันจะทำลายร่างกายสุดหนักมากตอนใช้งานจนต้องฮีลรักษากันวุ่นวายเลยทีเดียวพวกนั้นเลยส่งน้ำยากลับคืนมาผ่านอ่างเวทมนต์พร้อมจดหมายซัพพอร์ตฟีลครอบครัวอบอุ่นแต่พอฮีลีน่าได้อ่านปุ๊บก็เกิดอาการสมองเบลอเข้าใจผิดคำเตือนเรื่องผลข้างเคียง ของพี่ชายตัวเองแบบกูไม่กลับสนัน ชีคิดไปเองว่านี่คือเครื่องยืนยันว่ายานี้ปลิดชีพฉันได้แน่ๆชีรีบยัดขวดยาสีม่วงใส่มือลูกน้องแล้วสั่งให้รีบเอาไปส่งทันทีเลยคุณนะส่วนฉันวันๆก็กดโปรโกงล่าสัตว์สลับกับเตาะแม่ไม้ไปพลางๆที่ลานฝึกแล้วควักทอง300 เหรียญจ่ายให้ผู้บัญชาการบัคเอาไปดูแลครอบครัวของพวกทหารที่ขิดตอนโดนดักซุ่มโจมตีหล่อเท่เลยใช่ไหมล่ะไอเราก็ทำตัวดีซะด้วย ทั้งที่จริงๆฉันนี่แหละเป็นคนสอยพวกเดียวกันเพื่อปิดปากกลุ่มความลับย้อนแย้งจัดๆแล้วทหารก็รายงานว่าเจ้าของร้านการ์ดจากเมืองครีคูดันโผล่หน้ามาทวงหนี้ก่อนกำหนดเฉยเลยฉันเลยต้องเดินไปคุยกับเขาในเต็นท์ที่ลานสักสภาพชายตรงหน้ามองดูภายนอกคือคล้ายดีเคนส์มากตัวกลมเหมือนกันเป๊ะแต่ฟิลมันแปลกๆฮะ
ดูเหนื่อยล้าเกินต้าน ตาแดงก่ำแถมยังมีตุ่มผู้พองที่ปากอีกต่างหาก แล้วเขาก็ดราม่าเรื่องลูกชายติดหนี้พนันคาสิโนยับเยิน ฉันเลยยอมยัดทอง300 เหรียญใส่มือเข้าไปชิวๆพอนับเงินเสร็จชายคนนั้นก็เงยหน้ามอง แล้วถามกลับแบบงงๆว่าทำไมมีแค่300ทั้งที่ในสัญญานี่ระบุไว้ตั้ง500 เหรียญช็อตฟิลเลย จังหวะนี้แหละที่รู้เลยว่าไม่ใช่ดีเคนส์ตัวจริงแน่ ديكنز كان عارف حوارنا السري والوصل اللي بيننا. الوصل كان مكتوب فيه 500 بس الحقيقي كان 300 بس وال200 الباقية سبوبة بنقسمها. يعني مصلحة متظبطة. أي حد بقى هيحقق مع ديكنز هيشوف رقم الوصل بس. مستحيل يعرف حوار السبوبة والفلوس الزيادة. ديكنز الصراحة طلع صايع وذكي فشر. إنه يخبي اللقطة دي عشان يهددني بيها. واضحة يا اسطى. المهم دخلت فيه حريقة على طول. هجمت عليه وقفش، بس المنندس ده لفتني هوا ونزل على الأرض بكل خفة ومن غير أي صوت. الصوت اتغير وبقى صوت واحدة ست طلعت ومعورة دراعي وأنا داخل بهجم. جرحتني بخنجر صغير وبخفة مش طبيعية خالص، لدرجة أن درع جسمي الحديدي ما لقطهاش، وما اشتغلش خالص لأن الضربة كانت ضعيفة. بس الخنجر كان مسموم باسم غريب اسمه حلم التنين القديم. ده إيه؟ بجد؟ مش بيموت بس قوي فشخ، كمنوم خارق ملوش حل. أول ما يدخل جسمك لو تنين مش هيعرف يفوق، غير لما مفعول النوم يخلص لوحده تلقائيا. مفيش حاجة هتصحيني خالص، لا وجع ولا ضرب ولا وجع، وجسمي خلاص بدأ يتخشب وعيني تقلت بشكل مش طبيعي. بصيت للست دي وكنت بموت وبحاول أمسك نفسي وما غيبش عن الوعي عشان أسألها هي مين وليه استخدمت سم غالي كده. أليا فنشية الصيد وجذب الأرامث. عيون رولاند تقلت خالص والراجل مش قادر يسيطر على أطرافه وجسمه خلاص ودع. بيعافر عشان يفضل فايق وبيبص على الست المتنكرة في شكل ديكنز وسألها: أنت مين؟ وليه بتستخدميه سم صحي؟ غالي ومكلف كده عليا بالظبط. الست شافته كده وبيعافر كده وراحت ضحكت بجرأة وفخر، كانت واثقة بجد من قوة تأثير حلم التنين القديم ده ومفعوله. خلاص ما بقاش في داعي تخبي نيتها الحقيقية. ومدت إيدها ومسحت وشها، وفجأة ملامح راجل عجوز شبه ديكنز بدأت تتهز زي موج المية واختفت تماما عشان تظهر حقيقتها. كانت لابسة بدلة سوداء ضيقة ومثيرة، مبينة تفاصيل جسمها الرشيق والخطير ده. جسمها بس وشها كان فتان وجذاب. موت بس عيونها فيها نظرة حادة وشرسة موت. رولاند بتاع شقة الأرامل بهاك الصيد شاف وشها وقال ياكس يا لوح الغسيل، وبسرعة فهم غباوته الكبيرة على طول، وعرف إنه عك الدنيا خالص. أصل لقب لوح الغسيل ده جه منه. شكل جسمها مع إنه وشها جامد وفاتن فسخ، بس جسمها فلات خالص ومفيش خالص. لو بصيت من قدام أو من فوق تلاقي ياكس شبه لوح خشب قديم يصطاف اللعبة القديمة. اللعيبة كانوا مسميينها كده في السر. طبعا جسمها كان عادي جدا، بس مهاراتها كانت مرعبة بجد. تنكرها الرهيب واختفائها مش طبيعي، مع حركات اغتيال صعبة موت. خلوا لعيبة كتير يتبهدلوا خالص ويموتوا على ايدها على طول يا اسطى. والمصيبة الكبيرة إن البت دي بالذات كانت بتعشق تزل في اللعيبة الجداد وتلعب بيهم، وأول ما يتسحلوا منها تروح مطلع ضحكة شريرة مرعبة ومقرفة. عشان كده اللعيبة سموها في السير لقب محبطة القلوب. وطبعا قوتها زمان كانت مرعبة ومستوى تاني خالص عن دلوقتي مفيش حاجة توقفها أبدا، لأن نائب القائد بتاعها لسه ما حصلوش أي حادثة وهي لسه ما دخلت طريق الظلام بالكامل. بس لما سمعت كلمة
لوح غسيل دي ضحكتها. اتكهربت على طول ووشها جاب ألوان من الصدمة، وبقى أبيض شبه الميتين. البت دي مش هممها في توجيتها غير 3 حاجات بالظبط. الأولى نائب قائدها، والتانية أخوها شنجة، والتالتة جسمها. ودلوقتي أخوها مات فجأة بغدر، وهو بيعمل كمين لواحد، وفوق كده جسمها بتهزقها قدام الكل علني. كده انت بتدور على موتك يا اسطى. عيونها نورت بشر وحقد مش طبيعي. وكانت هتهجم تفرمه. استنى يا عم. رولاند شاور بإيده بسرعة، وصوته كان ضعيف بس هادي بشكل غريب، وقال: الأسماء دي مجرد رموز يا اسطى، طالما ولا فارقين معاك يا اسطى، مالهمش أي قيمة بجد. ريح ظهره لورا على الكرسي، أخذ نفس طويل وكمل كلامه. وبعدين انت جاية تدوري عليا مخصوص النهاردة؟ فأكيد مش لمجرد تقتليني وبس، صح؟ ده انت استخدمتي مخدر خفيف على طول. زي حلم التنين القديم يا غالية. البنت اتصدمت ووقفت مكانها فجأة، وبصت له من فوق لتحت باستغراب مش طبيعي. وفجأة كأنها استوعبت حاجة غريبة جدا، وعينيها وسعت من كتر الذهول. بجد؟ وسألته باستغراب: انت ليه ما نمتش يا اسطى؟ وهي عارفة تأثير السم ده قوي ازاي. ده حتى اللعيبة المحترفين بيقعوا علامة. ويناموا في تانية لو شموا لحته. بس البوس الخفي اللي قدامها ده مش محترف أصلا، وقاعد يرغي معاها عادي. رولاند عارف إن تمثيله تعبان وبايظ خالص، قال ملوش لازمة أعيش الدور أكتر. فرد ظهره وبدأ يتكلم بكل هدوء، وقالها: بصي، حلم التنين ده غالي، بس في طرق نلغي تأثيره يا اسطى. سلة. هو بيتكلم ببرود بس من جواه بيصوت، وميت من الرعب والتوتر بجد. واي لولا شيت البناء الضوئي الأسطوري بتاعه اللي بيشخط بيه الأرامل وجسمه الفولاذي من ليفل 2 ما كانش زمانه واقف كده. الشيت ده مخليه فايق وهايبر طول اليوم، وإلا كان زمانه نايم وبيشخر في الأرض. قال لنفسه: لازم أطور دفاعات جسمي بسرعة، عشان لو جابت سم حقيقي قاتل المرة الجاية. كان زماني رحت فيها وودعت الأرامل خلاص. وبقيت في خبر كان ومفيش تشقيط تاني. البنت بصت له بنظرة باردة ومليانة حيرة، وبعد سكوت طويل كزت على أسنانها وقالت له بعصبية: بما إن عيلة كوسوفو قتلت شنجاه، مش من حقي أجيلك أخد طاري؟ رولاند ضحك بسخرية وقالها: يا اسطى انتوا مرتزقة اليد الدموية، بتاخدوا فلوس عشان اتنفذوا، يعني لازم تبقوا جاهزين للموت والفشل في أي وقت، ومفيش مجال للشكوى بجد. وبعدين انتوا اللي جيتوا تعملوا عليا كمين، فأنا الضحية هنا يا جماعة بجد والله. وسكت شوية وبصلها بخبث وقالها: انتي أكيد فهمتي اللعبة ماشية ازاي، صح؟ أخوك مات على إيد ليث. لفافة لورنس بتاعت كرة النار. تفتكلي بجد إن حد مش محترف زيي يقدر يخلص على متجول سريع وخفيف؟ سكتت خالص، وبان في عيونها نظرة معقدة فشخ. الابن غير الشرعي ده اللي واقف قدامها دلوقتي ما طلعش فاشل زي كلام الناس، ده مروق على الأرامل، وعنده هاكر صيد ودماغه سم. رولاند ابتسم ببرود وبدأ يتكلم وقالها: جربتي طرق كتير عشان تقربي مني، بس حركاتها كلها ما كانتش مميتة خالص. في الأول واضح بجد إنك مش عايزة تموتيني. لو عندك مصلحة تانية قوليها، يمكن نقدر نشتغل سوا ونظبط الدنيا. نشتغل سوا؟ I can try. وهي بتشد على السكينة في إيده. أنا ماليش غير أخ واحد ومات على إيد عائلتكم الكلب دي، وعايزاكم تدفعوا الثمن. أوه، يعني هدفك عيلة؟ كوسوفو كلها؟ رولاند مط في الكلام، وبص ليها باحتقار مش طبيعي وقال: أنا مش بقلل منك يا اسطى. حركات التسلل بتاعتك دي ما تعملش حاجة قدام قوة البارون كوسوفو الواعدة، وحتى لو معاكي كل مرتزقة بلود هاند.
ومن غير القائد الأعلى بتاعكم ده. مستحيل تسدوا قدام جيش القمصان البنفسجير. عيون آيك ضيقت فجأة وبساعة. رهيبة اختفت وظهرت قدام رولند على طول، والسكينة لزقت في رقبتها عند الشريان الرئيسي بالضبط، وقالت له: عرفت منين؟ القائد الأعلى مش هنا يا اسطى. رولاند ما كانش فارق معاه التحديد ده، ولا هم السكينة اللي على رقبته. هالس ده اتمطى بكسل وضحك وحل. أنا مش بس عارف إنه اختفى، لا، هو عارف مكانه فين بالظبط دلوقتي. إيه؟ هيك اتجننت من الصدمة. ومسكته من كتافه وبقت تهزه جامد، وقالت له: قولي مكانه فين حالا. رولاند فضل يبتسم وخدك خدته خفيفة بضفره على السكينة بتاعته، وعملت صوت رنة خفيفة وقال له: هو ده الرجاء؟ تابى بجد. آيس بصت في وشه وكان نفسها تطير رقبته حالا يسطا. رقبته بس مرتزقة مخلب الدم محتاجين. قائدهم على طول شالت خنجرها بسرعة كده ورجعت خطوتين لورا وهي بتنقهر بجد. وهمست بآسفة. رولاند بتاع غش الصيد. وشقت الأرامل هرش ودنه ببرود تام. بتقولي إيه يا اسطى؟ علي صوتك مش سامع. عروق جبهة أكس ظهرت ونفخت فشخ بجد. كتم غضبه بالعافية، أخد نفس عميق كده وصرخ بكل عصبية: أنا آسف يا اسطى. بعتذر للسيد رولاند عن قلة لدبي. رولاند هز راسه بروقان وما بقاش يخبي نياته الخبيثة خالص، وهمس له وقال: قائدكم الكبير روبس تلاقيه مستخبي حاليا. جو أخدود ديب كريك العظيم يا اسطى. أخدود ديب كريك العظيم؟ أكس استغرب. المكان ده بعيد مئات الكيلومترات يا اسطى، وكان خطير فشخ ومفيش حاجة توقفه. الإشاعات بتقول إن في قبيلة خنازير برية قوية جدا مسيطرة ومقيمة هناك على طول. حتى مدينة وايت هورس ما قدرتش تبيدهم خالص. لو قبيلة الخنازير دي ما بتخرجش كتير، كانت المدينة ولعت حرب وحريقة معاهم بجد. الأخدود ده واسع فشخ ومش طبيعي أبدا. انت عارف مكانه بالظبط فين؟ سأل أكس. رولاند هز راسه بقلة حيلة وبدون فايدة. المكان ضخم ومرعب وبيلخبط أي حد هناك. أنا متأكد إنه جوا الأخدود وبس يا اسطى. معرفش مكانه بالظبط ولا بيعمل إيه فيه. تلاقيه بيصطاد بغش ولا بيشقط الأرامل زيه.